بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى هندخل مطبخنا ربع ساعة، هنعمل احلى وجبة النهارده، وجبة كاملة متكاملة كده وسريعة وخفيفة، وباذن الله كلها بركة كده ان شاء الله، وتكفي ولادنا ان شاء الله وتبسطهم باذن الله. وبألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها ان شاء الله. معايا ايه؟ معايا طماطم مقطعة مكعبات كده، وفلفل اخضر مقطعة برضو مكعبات كده. معايا جزراية هبشرها ناعم زي ما انتم شايفين معايا كده، سريع سريع، وجبة سريعة ان شاء الله، وهتبقى كلها بركة بإذن الله. هنحط الخضار بتاعنا كده في البولة زي ما انتم شايفين معايا كده، نحط الخضار كله في البولة ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. الخضار ده انا بحبه ليه؟ بحب احطه في الوجبات، يعني بحس ان الوجبة مبروكة كده. معايا ايه؟ معايا بطاطسايه، معايا شويه بطاطس كده 3 4 بطاطسات. هقطعهم كده ايه، مش سميكه ولا رفيعه، هقطعها كده ايه بحجم متوسط شويه. معايا 3 بطاطسات 4 بطاطسات، اللي عندك متاح تحطيه. طبعا الخضار ده مش مرتبطين بكميه محدده، الكميه اللي عندك حطيها. انا ما قطعتش هنا بصل ولا حاجه، انا قطعت بس ايه، بصل بتاع ده، طماطم وفلفل وجزر وبطاطس. معايا ايه؟ معايا سمك، معايا سمك مكاريل. معايا سمك مكاريل، والله جايبه الكيلو ده ب60 جنيه، يعني ما عادش حاجه رخيصه دلوقتي خالص، يعني احنا اللي نقدر عليه ان احنا نخلي الوجبه بتاعتنا مبروكه فيها بركه، عشان تكفينا وتكفي ولادنا ويبقوا مبسوطين معانا. معايا ايه كده؟ جبت السمك بقى على عدد افراد الاسره. معايا صوص هريسه كده، ايه صوص الهريسه؟ فلفل احمر هرساه على توم، وحطاه كده عندي في التلاجة في العلب زي ما شفتوا معايا كده. حطيت عليه حبة ملح، حبة كمون، حبة فلفل اسود، وناخد بالنا لو كنا حاطين على الفلفل ايه، ملح ولا حاجة، واحنا بنحط الملح بتاعنا. معايا ليمونتين كبار كده عصرتهم عليه بالشكل ده كده. طبعا الليمون طبعا ايه، السمك بيحب الليمون عشان الزفارة وعشان ده كله، وانا غاسلة السمك كويس جدا جدا بالملح والليمون وايه، مظبطاه، مش مخليه فيه ريحة زفارة خالص. هاخد نص الكمية اللي انا عملتها ده، اللي هو صوص الهريسة على الليمون على الملح على الكمون على الفلفل الاسود. انا عاملة التوابل بسيطة جدا 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 النهاردة، يعني مش هكلفك اي حاجة خالص. هحط نصها على الخضار اللي انا قطعته زي ما انتم شايفين معايا كده، واقلبه فيه كويس واركنه على جنب دلوقتي. الباقي بقى هعمل فيه ايه، هحشي بيه الايه، السمكة بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا كده. انا جايبه السمك صغير كده، حجمه صغير كده، عشان ما اقطعوش ولا فتحه ولا حاجه، وهحشيه زي ما انتم شايفين معايا كده بالايه، بالخلطه بتاعتي دي. الخلطه بتاعتي دي طعمها جميل جدا وريحتها حلوه جدا جدا في السمك. طبعا انا ما حطيتش في الخلطه دي اي خضره خالص، ولا كرفس بقى ولا بقدونس ولا شبت، يعني لو ما عندكيش اي حاجه هتمشي حالك ان شاء الله. المهم بس اكون منضفه السمك كويس جدا من الزفره بتاعتي كده. خلصت الكميه بتاعتي كلها. هجيب الطاجن الازاز بتاعي كده، بايركس، وهحط فيه السمك بتاعي زي ما انتم شايفين معايا كده. وجبة سهلة وبسيطة بقى، تعملها بعيش بقى، هتعملها بحبة رز. انا عملت جنبها شوية رز ابيض. حطيت الطاجن ده في الفرن كده، وفوق البوتاجاز من فوق حطيت اللي ايه، عملت الرز الابيض بتاعي كده. حطيت الخضار عليه كده زي ما انتم شايفين معايا كده، وهقلبه كله في بعضه واركنه حوالي ساعة كده لو عندك وقت. هيشرب بقى من الخضار ده ويشرب من التتبيلة ويبقى تحفة كده. هحط عليه شوية زيت زي ما انتم شايفين معايا كده، وهبتدي ايه، اسيبه بقى ايه، يتبل معايا، يشرب التتبيله شويه برضه، عشان السمكيه من جوه ما تبقاش دلع. كل ما تسيبيه في التتبيله كل السمكيه بتبقى ايه، حنطه كده، بتبقاش دلع من جوه، بتبقى جميله برضه زي الخضار بالظبط كده. انا سبته حوالي ساعتين. هبتدي بقى ايه، ارصه في الصينيه كده وايه، واحطه في الفرن. حطيته في الفرن وعملت الرز الابيض. الرز الابيض بصراحه انا بحبه مع السمك، بيكون خفيف كده عن الرز الصياد. اطلع بقى السمك كله من البوله كده، اخلي الخضار تحت عشان يستوي معايا، واخلي السمك فوق عشان يبقى لونه حلو كده وطالع جميل كده معايا، والخضار بقى يشرب من السمك، وتبقى وجبه ايه، بسم الله ما شاء الله، تحفه. هخلصها معايا زي ما انتم شايفين معايا كده. انا في الوقت ده مولعه الفرن يسخن، وهبتدي ايه، احطه في الفرن كده على طول من غير ما اغطيه ومن غير حاجه، واحطه في الرف اللي في النص، ويقعد معايا حوالي ساعه الا ربع كده. هيطلع معايا ايه، لونه بقى من فوق ومن تحت، والبطاطسيه مستويه والخضار زي ما انتم شايفين معايا كده. شايفين الشكل والمنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. ما خدتش معايا اي وقت خالص ولا اي حاجه خالص، يعني في المطبخ كده يا دوب هي دي اتاخرت بس على ما استوت معايا. بس الرز طبعا ما خدش ربع ساعه على النار. وهزينه كده واقدمه زي ما انتم شايفين معايا كده، طعمه تحفة.
حاجة يعني على قد ايدينا، يعني على قد ما نقدر. وده قدمته كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، شايفين الخضار بتاعي بسم الله ما شاء الله تحفة ازاي. قدمت السمك بالشكل ده كده، عملت معاه شوية الرز الابيض وشوية السلطة، بس كده وخلاص. دي السلطة خضراء عادية جدا وشوية الرز، وكانت وجبة بألف هنا وشفا يا رب للي اكلوا، بألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها ان شاء الله.